السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة، أولى حلقات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. كان مهم جدا إن النادي المصري يفوز النهارده على فاركو في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام، لأن جماهير بورسعيد العظيمة مش هتستحمل هزيمة تانية على التوالي أو حتى التعادل. عشان كده الماتش ده بالذات مش مهم فيه الأداء قد ما مهم فيه إنك تاخد التلاتة بونت عشان تعوض هزيمتك من الاهلي في الاسبوع الاول، وعشان تستعيد الثقه قبل مباراتك مع الداخليه في الجوله الثالثه، لان دي مباراه صعبه جدا وما كانش ينفع تدخلها وانت خسران من فاركو او حتى متعادل معاه. وبالنسبه للون التيشيرت، انا شايف ان اهم حاجه اننا نكسب بغض النظر عن اللون، وحتى لو هنلعب زي الزفت، لان جدول ترتيب الدوري للاسف لا يعترف الا بالنقاط، مفيش مكان فيه للاداء الجيد او التيشيرت الشيك الانيق. في ختام حلقتنا اتمنى ان جمهور بورسعيد العظيم يتعلم بقى من اخطاء الماضي وبنقص التحليلات الفنيه بتاعه كل مباراه. اهم حاجه يا جماعه الفوز. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.